فطارنا النهارده بيض، عسل، وطحينة، جرنش جديد. فطيرنا بسم الله ما شاء الله. قلبي سعيد. اللهم صل على النبي. قمة الروعة. شفت العسل، الطحينة، وش البيض بتاعنا ده. فطيرنا بالهنا والشفا. ألف هنا وشفا ليك يا رب. جربوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل فطير النهاردة، فطير بيتي مشلتت. دي ذرة ملح ودي ذرة سكر، مش أكتر من كده، والدقيق هنخلطهم شوية فيها، وهنعجنهم في العجان طبعا، ومية مش أكتر من كده، مية من الحنفية. الفطير مش بيحتاج، الفطير الأبيض أو الفطير التاني مش بيحتاج غير دقيق ومية وملح، مش أكتر من كده. هنشغل عليهم العجان نعجنهم ونوريهم. مية، العجينة بعد ما عجناها طرية بالطريقة دي عشان تبقى العجينة الفطير طري. نقطعها ونسيبها ترتاح. في صينية كده نكون دهنينها زيت، بالطريقة دي. نقطعهم كلهم نحطهم في الصينية ونستنى عليهم شوية بالطريقة دي. قطعناهم نغطيهم ونسيبهم مدة نص ساعة يستريحوا، وبعد كده نفرد من تحت عليهم ونطبطبها كده، وبعد كده نشتغل من الشعبة دي. بس الأول نطبطبه كده الأول. كتر الدقيق عشان العجينة بتبقى طرية، لازم عجينة الفطير تبقى طرية عشان ما يبقاش معصص أو مجدد، يعني ناشف. لما تقطميه كده ما يبقاش ناشف، يبقى طري. تبقى العجينة طرية اهي، يبقى هي بتاع طري. لازم الدقيق يبقى كتير. عشان ما يمسكش لازم الدقيق يبقى كتير، الدقيق يبقى جنبك. سمنة مسيحين هذه طبعا، لازم سمنة، زيت لا، سمنة زبدة اللي يريحك. ولو تقطع كده ما تخافيش، كده كده هنقفل على بعضينا كده بالطريقة دي. ونحط برضو كل بين مكان ومكان التطبيقات دي، نحط سمنة بالطريقة دي كده. نرجعها كورة تاني. دي صينية الفرن بتاعتنا طبعا، برضو سمنة دي. نرجعها كورة بس هنا سمنة، ونسيبها ترتاح. دهناها السمنة وهنلفها دي لور كده. دي ممكن تعملي منها كذا فطيرة لو عايزة، هوريكي انا. تلفيها كده، مدينها دهنة حلوة، تلفيها كده. انا عملت واحدة عملها دي، وتلفيها اللفة دي كده. ولو تقطع ما تخافيش، ما عادي الطريقة دي كده.
تفردي كده وتكون ايه دهنة سمنة، تلفيها زي اللورة كده اهي. دي ممكن كمان تقطعيها ايه فطاير، دي تمشي بعد ما تلفيها اللفة دي تقطعي ايه 3 4 فطاير، يعني دي تعمل لك 3 4 فطاير لو عايزة فطير صغير اللي زي اللي بتشتريه. بالطريقة دي شايفين ندهن وشها كده ونخليها برضو ترتاح بالطريقة دي والطريقة اللي لفتها لكم الصبح. سيبناها مستريح شوية. اللي حطها في الصينية دهناها هتريحها كلها كده، هتبقى على اخر الصينية كلها وراها لك. قلبي سعيد. نبلي ايدنا سمنة ونفردها خالص بس، ونكون ولعنا الفرن سخنة طبعا عشان الفطير بيحب ايه الفرن السخنة. ملينا بيه الصينية حركته كله طبعا، تمليه على الاخر عشان ايه الفطيرة تبقى ايه حلوة. بس فرن سخنة على الاخر لازم، الفطير بيحب الفرن السخن ولازم يبقى غرقان سمنة تحت وفوق عشان ما ينشفش منك ويقدقد زي ما بيقولوا. نخلص وراها. شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين التحمير ازاي ما شاء الله. ولسه بس لسه شوية. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللهم صل على النبي. تحت وفوق الله اكبر اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الفطيرة حلوة ومحملة ومليانة كده. بقى نخليه يبرد شوية واغطيه بايه بالكيس عشان يقعد طري. بعد ما يبرد كده تغطيه بحتة كيس كده عشان يقعد طري كده ما ينشفش منك ويبقى اللحمة بتاعته طرية. بعد ما يبرد بس خالص كده وغطيه. خلص الكمية كلها وراها لك. فطيرنا بالهنا والشفا. بسم الله ما شاء الله. مقربش ومورق ولع نار سخن. شايفين اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. من كيلو ونص دقيقة عملنا 5 فطاير بالهنا والشفا. فطاير كبيرة مش صغيرة. الفطير ما شاء الله شايفين فطيرة كبيرة مش صغيرة. اللهم صل على النبي بالهنا والشفا. والف هنا وشفا يا رب. جنبيها عسل بطحينة، جنبيها حتة مش بيض مطجج، بيض مسلوق. نريح انت تاكلي بقى بالهنا والشفا. الف هنا وشفا يا رب. غدانا النهارده بيض عسل بطحينة جريش جديد. فطيرنا بسم الله ما شاء الله. قلبي سعيد. اللهم صل على النبي. قمة الروعة. شفت العسل الطحينة مش البيض بتاعنا. ده فطيرنا بالهنا والشفا يا رب. ألف هنا وشفا ليك يا رب. جربوها.